فوائد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طاعة لأمر الله. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال مباشر لأمر رباني، مغفرة الذنوب ورفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. كل صلاة على النبي تقابلها 10 رحمات ومغفرة ورفعة. سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. الإكثار من الصلاة عليه سبب للفوز بشفاعته يوم القيامة. تفريج الكربات والهموم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. من أكثر الصلاة على النبي فرج الله همومه. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الصلاة عليه تزيد من القرب الروحي منه صلى الله عليه وسلم. سبب لنزول الرحمة والسكينة. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. رواه الترمذي. الصلاة على النبي تجلب رحمة الله على المجالس، بركة في الرزق والعمر. ذكر العلماء كابن القيم أن الصلاة على النبي سبب لجلب البركة في الرزق والعمر لما فيها من طاعة وذكر لله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الإيمان. كلما أكثرت من الصلاة عليه ازددت محبة له وارتباطا بسنته. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نيل رضا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد بخل. رواه الترمذي. كثرة الصلاة عليه دليل على محبة الله ورسوله والبعد عن البخل الروحي، سبب للهداية ونور القلب. قال الإمام ابن القيم: الصلاة على النبي من أعظم أسباب انشراح الصدر ونور القلب وزوال الوحشة بين العبد وربه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.